عن البوسنة معزوفة النار والجراح، كتبت سنة 1989 ونشرت بجريدة الأهرام. طر إلى البوسنة يا سرب الحمام، أبلغ الأحباب عن قلب السلام، طف بها وانثر أزاهير الهوى، واروي تلك الأرض من دمع الغمام. إنما البوسنة نار في الحشا، وجراح في قلوب المسلمين، ولظى في كل نفس حرة ترفض البغي وغدر المعتدين. أمة تطرد من أوطانها وتسام الخسف فيها والعذاب، مر عامان وعام ثالث وهي تحيا بين ذبح واغتصاب. ومن المشرق صرب مجرمون، ومن المغرب قوم مغرضون، وحصار من خداع فاجر، وحصار من لهيب وجنون. من يجير الشيخ في مهنته؟ من يغيث الطفل؟ من يحمي النساء؟ إنه المظلوم، أنة المظلوم أضحت صرخة تملأ الأرض وتجتاح السماء. مجلس الأمن الذي نهزي به هو ذئب جاء كي يرعى الغنم، فأشاع الموت في أوصالها وتولى وهو خصم وحكم. ونظام عالمي شائن هو للقوة والمال رهين، فهو للعدل جبار مائل، وهو للبغي ولي ومعين. وعلى الأرض بقايا أمة غرقت في لجة الصمت المريب، كشرايا السيف غاصت في الثرى، كشعاع الشمس أخفاها المغيب. أمة الإسلام أضحت مغنما وطعاما سائغا للآكلين، لم يعد في أرضها معتصم يمنع الغيل ويحمي الخائفين. يسأل الحكام عنهم ربهم يوم تجزى النفس محتوم الجزاء. أغرقوا الأمة في أهوائهم وأشاعوا الضعف فيها والشقاء. رب إنا قد أضعنا أمرنا، رب عم الكرب واشتد البلاء، فالطف اللهم وارحم ضعفنا، وارفع الغمة يا ذا الكبرياء. وانهضوا يا أمتي واعتصمي، إنما الشكوى سلاح العاجزين، وارفضي الظلم ولا تنهزمي، وثقي بالله رب العالمين.